بين لفحات الرياح الحارة وهمسات الكثبان، خرج إلى الدنيا رجل غير وجه المغرب والأندلس إلى الأبد. إنه يوسف بن تاشفين ابن الصحراء، أمير المسلمين وسيف الغرب الإسلامي المسلول. ولد في قلب الصحراء الكبرى تحت خيام السنهاجيين، على أنغام أنين الجمال وزفرات الرمال، حيث لا شيء يعلو فوق صوت الطبيعة إلا صوت الفروسية والقرآن. هناك في بيئة قاسية نقشت على جسده لون الشمس وعلى روحه صلابة الجبال، تربى فتى اسمه يوسف بن تاشفين بن طرقند، فتى سيصير يوما سيد المغرب ودرع الأندلس الأخير. شب يوسف في كنف دعوة المرابطين، تلك الحركة التي أطلق شرارتها الفقيه المجاهد عبد الله بن ياسين، فخرج رجالا كالسيوف مضاء وكالمحاريب طهرا. وكان يوسف أبرز هؤلاء، حتى صار أحب إلى العلماء من القصائد وأقرب إلى الذاكرة من أي حاكم قبله. يصفه الإمام الذهبي قائلا: كان كثير العفو مقربا للعلماء، دقيق الصوت، نحيفا ولكنه حازم في أمره، سائسا في قراره. أما ابن الأثير فيقول عنه: كان دينا كريما، يحب أهل العلم ويحكمهم في شؤون بلاده. وما هي إلا سنوات حتى سلمه ابن عمه أبو بكر بن عمر اللمتوني راية القيادة، فصار أميرا على الصحراء ثم حاكما على المغرب، فبانيا لعاصمة خالدة، مراكش، جوهرة المرابطين ومركز دولتهم الجديدة. ولم تتوقف أحلام يوسف عند جبال الأطلس، بل مد سلطانه ليشمل موريتانيا، المغرب، الجزائر، أجزاء من السنغال، وحتى الفردوس المفقود، الأندلس. لقد كان ابن تاشفين أول من وضع أساس ما يشبه اتحاد المغرب العربي، دولة جامعة بين العرب والبربر والسودان، بين المحراب والسيف، بين اللسان والدين. ومع صعوده كانت الأندلس تغرق، ملوك الطلائف تقاسموا الأرض كأنها تركة، بينما كان الصليبيون بقيادة ألفونسو السادس يزحفون دون رحمة. وعندما ضاقت الأرض على أمير إشبيلية المعتمد بن عباد، لم يجد أمامه سوى صرخة بدوي من عمق الصحراء، وقال كلمته الشهيرة: رعي الجمال عند ابن تاشفين خير من رعي الخنازير عند ألفونسو. وهنا تحرك الأسد الصحراوي، قاد جيشا مرابطيا كالعاصفة، اجتاز البحر إلى الزلاقة، وهناك وقعت الموقعة الخالدة يوم الجمعة 12 رجب 479 هجري، 23 أكتوبر 1086. زلزل ابن تاشفين الأرض تحت أقدام الصليبيين، وسحق جيوش ألفونسو السادس، وارتفعت رايات الإسلام فوق الأندلس من جديد. ولكن النصر لم يكن نهاية الطريق، بل بدايته، فعاد إلى المغرب، ثم رجع بقوة عسكرية إلى الأندلس لاجتثاث ملوك الطوائف واحدا تلو الآخر، وكان منهم من استنجد به يوما المعتمد بن عباد النتسة. من أقواله في طلب الشفاعة للمعتمد: تطلبون مني أن أرحمه وقد قتل منا من لم يقتله الروم، وتقولون ارحموا عزيز قوم ذل، وما ذل حتى أذل أمة كاملة. في آخر أيامه ومع بلوغه قرابة 100 سلم راية الحكم لابنه علي بن يوسف بن تاشفين، وغاب عن الدنيا، لكن اسمه لم يغب عن التاريخ. لقد ظل يوسف بن تاشفين رمزا للفروسية والتقوى، باني دولة وموحد شعب ومنقذ حضارة، عاش أميرا ومات أسطورة، ولكن الناس لا تعرف عنه الكثير.